ودين، أو دين ودنيا على حسب الترتيب. ومعنا في الجزء الثاني من الحلقة الشيخ حسن البنا العشاب، أخصائي العلاج بالأعشاب، فمرحبا بكم. جزاكم الله خير. ومعنا ضيفنا الدائم على مدار كل سبت إن شاء الله الدكتور أمير صالح، جزاه الله خيرا. بارك الله فيه. طب في البداية أستاذ حسن أو الشيخ حسن، في نقطة عايزين نتكلم فيها بصراحة. اتفضل. وبدون خجل وبدون زعل. اتفضل. في ناس كتير قوي ما بتؤمنش بالأعشاب، يعني فاقدة للثقة تماما في مش الأعشاب، لا في أي عشاب. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني في البداية يجب أولا على من تطبب بطب الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء كان طبيبا أو مريض، يعني المريض يجب فيه أن يكون متيقنا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سيدنا موسى عليه السلام، وأن يكون اللجوء إلى السبب، إلى المسبب لا إلى السبب. يعني لجوءك يكون إلى الله عز وجل. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله عز وجل، ومسبب المرض صاحب المرض والذي يأتي بالمرض هو الله عز وجل، والذي يستطيع أن يكشف المرض هو الله عز وجل. المقصود أن سيدنا موسى عليه السلام عندما شعر بمرض في بطنه ذهب الله عز وجل ينجيه وقال: يا رب تعلم أن بطني تؤلمني وأنت رب العالمين. قال: يا موسى اذهب إلى الشجرة الفلانية فكل منها فستبرأ بإذن الله عز وجل. فذهب سيدنا موسى إلى الشجرة فأكل منها فبرئ. عاد المرض على سيدنا موسى عليه السلام مرة أخرى، نفس المرض، فذهب إلى نفس الشجرة فأكل منها فما زاده الوعك إلا وعك. فسيدنا موسى ذهب إلى الله عز وجل: يا رب حدث كذا وكذا وكذا. قال: يا موسى أنت في الأولى تذكرت المسبب فشفاك الله، في الثانية تذكرت السبب، والسبب لا يشفي، لأن من الذي يشفي؟ الله عز وجل. لو سألنا أي واحد من الحاضرين والمشاهدين في أي مكان في أرض، وخاصة أن يكون مسلم، هل أنت متيقن أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة عم الشيخ ممكن يضربك. هل أنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة عم الشيخ. للأسف الشديد العلم ينقسم إلى علمين. لا أنا بتكلم في نقطة تانية بعيدة عن العلم. كلنا واثقين بالله وكلنا متيقين بالله. أنا بتكلم في نقطة إيه؟ إن الثقة مفقودة. أصل سيدنا موسى لما كل من الشجرة فالمعالج الذي أمره بالعلاج الله. نعم. لكن أنا لما بتعب وبروح لعشاب، أنا العشاب ده طبعا رحت له اداني كذا، أنا فاقد الثقة مش في السبب ولا في المسبب ولا في الله ولا في أي حاجة. أنا فاقد الثقة في اللي بيديني الدواء، لأن زي ما الدكتور أمير قال نص اللي بيعالجوا دلوقتي بدون إجازات. وللأسف الشديد يعني حتى العشاب الموجود أو العطار أو صاحب المحل للأسف ما يعرفش. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا مثلا رعرع أيوب، هذا العشب يشهر في منطقة جنوب سيناء وشمال سيناء بالحبق، وعند العطارين بالحبق. بعض الدارسين يعني الدارسين اللي بمجال الأعشاب يعني يعرفوا هذا الاسم باسم رعرع أيوب. هب أن مريض أتى وقال يعني عندي مرض في صدري، ألم شديد في صدري وعندي حساسية في الصدر، فوصفت له من ضمن الوصفة رعرع أيوب. ذهب إلى العطار ممكن يديله بردقوش، يديله أي شيء، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني أوصي يعني العشاب أو الطبيب بتقوى الله عز وجل، وأن يعطي ما هو مكتوب، وإن لم يكن يعرف فليقل لا أدري، لأن دي صحة إنسان يعني، ودي للأسف الشديد. والمريض زي ما بيرجع لنا في الصيدلية بياخد الروشتة ويرجع للدكتور يعالج معاه، يفضل يعني طبعا معاه الدواء، لازم يرجع للعشاب برضه. طبعا هو المفروض ان هو بيروح للدكتور الطبيب اللي وصف الطب النبوي، ان هو عندما يعني يكتب مثلا مجموعة من الأعشاب 25 جرام كذا 50 جرام كذا، يطلب من المريض نفسه أن يأتي إليه بنفس الأعشاب ليراها هل هي صحيحة أم خطأ، ودي مطلوب جدا.